مجال الادوات المنزليه مجال انتشر جدا الفتره الاخيره، وبقى كتير جدا عامل زي محلات البقاله كده. والمشكله كمان انه بقى في منافسه شرسه جدا، وبقى في حرق اسعار، وبقى المجال عايز تفكير جديد وعايز الناس تطور من نفسها على قد ما تقدر. عشان كده انا عملت الفيديو ده. يعني لو انت عايز تخش المجال ده الفيديو مهم جدا جدا ليك، او لو انت في المجال فعلا ايا كان حجمك، لو صغير لحد اكبر تاجر في المجال ده، الفيديو ده مهم جدا لاننا هنقول فكرتين جداد جدا من ابتكاري محدش عملهم قبل كده، هيزودوا حجم المبيعات وهيزودوا اقبال الناس وهيضاعفوا المكسب. بس عايز اقول ان الفيديو ده معمول للناس اللي بتحب الفكر الجديد، الفكر اللي بره الصندوق، اصحاب الفكر التقليدي اللي بيخافوا يجربوا. الفيديو ده مش ليكوا. انا ابراهيم النفيعي ودي قناتكم انتوا بره البوكس، ويلا بينا. الفكرة الأولى بتقولي عشان ما أطولش عليك، الفكرة الأولى إننا هندمج مجال جديد في مجال الأدوات المنزلية، وهو فعلا بدأ يتم دمجه بس مش بشكل كامل. لاحظنا في الفترة الأخيرة حاجات كتير في عالم المنظفات بدأت تدخل، ومزيلات الدهون تدخل مع بتوع الأدوات المنزلية، زي مناديل الدهون وزي السبريهات والحاجات بتاعة البوتاجاز واللي بتنظف الأطباق والكلام ده كله. طيب، احنا ممكن نضيف قسم للحاجات ديت، نوسعه شويه في حته الادوات المنزليه. بس هقول لك بقى هتعمل ايه بالظبط، كذا فكره للحته ديت، وفي نفس الوقت ازاي تسوق له بالظبط. طيب، في فكرين. في الفكر الاولاني ان انت ممكن تعمل ستاند او ركن صغير تضيف فيه اقوى مزيلات الدهون ومنتجات تنظيف اواني الطهي والكلام ده كله، وتبدا تعرف العميل عليه وتبدا تتكلم عنه في الدعايه بتاعتك والفيديوهات اللي بتقدمها على منصات التواصل بتاعتك، ان انت زي ما بتوفر اواني طهي كويسه وصحيه وبتهتم ان انت تقدم افضل حاجه، فانت عايش التجربه الكامله مع ست البيت اللي بتجيلك وانت عارف ان هي بتعاني في تنظيف الاواني ديت، فانت وفرت لها افضل مزيلات الدهون وافضل المنظفات او الحاجات اللي بتنظف اواني الطهي دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت ممكن تعمل حاجه غريبه بقى وتفكر بره البوكس اكتر، في ان انت كل طقم حلل مثلا او كل طقم ايا كان تقول ان الطقم ده افضل مزيل دهون او افضل حاجه بتنظفه هي دي، وتحط الحاجه دي جنبه، فهتبيع المنتج ده معاه. طبعا في ناس هتقول لي الناس هتاخد الحاجات دي فوق الحاجه وما اعرفش ايه والكلام ده كله، دي حته عندك انت بقى. تقدر انت تغير فكر العميل، تقدر انت تقول ان الحاجات دي غاليه والحاجات دي احنا بنجيبها وبنستوردها كان يمان، الكلام ده كله ما ينفعش ان هي تطلع هدايا والكلام ده كله. او لو حابب ان انت تعملها كهدايا مبدئيا لما الناس تجربها وتكون فعلا حاجات فعاله ما تشغلش في اي حاجه والسلام. طيب، الحاجات دي لازم اعمل بروباجندا ليها، ولازم اعمل فيديوهات واطلع اتكلم عن الحاجات ديت مع الاواني، وابدا اعيش الناس ان انا بعيش تجربتك الكامله وحاسس بيك. طب الحاجات ديت هتفيدني بايه وهتكسبني ايه؟ وحاجات كتير جدا. اغلب الناس في المجال ده عارفه ان اغلب اللي بيجي لهم وبيشتروا المكسب كله من العروسه. لا، انا النهارده هيبدا يجي لي ست البيت العاديه تاخد المنظف ده، هيدخل لي عملاء كتير جدا يشتروا دي، فعينها تيجي على حاجه في الرفايع، الادوات المنزليه، في طقم كوبايات، في طقم تاني، في طقم تالت، فهيدخل لي عدد كبير من الزباين، وهبدا اعمل عليه تسويق للمكان بتاعي. ايتم تاني هكسب منه في نفس الوقت، الحاجات دي فيها مكسب كويس. حاجات كتير تقدر انت بقى تحصرها لو قعدت بالورقه والقلم كده بالراحه، هتلاقي فوائده كتير جدا جدا جدا. الفيديو كده هيطول مننا جامد، هيبقى دمه تقيل، علشان كده هنكتفي بالفكره الاولى في الفيديو ده، وهنعمل فيديو مخصوص للفكره التانيه. واهم حاجه هفكرك بيها دايما، فكر بره البوكس، تسبق كل الناس، والسلام.